ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض الجمبري المشوي الخطير على الجريل. يا جماعه خطير قوي بجد، حلو جدا، والتتبيله او الدريسنج بتاعه يجنن. واقول لكم ايه اللي بيخلي الجمبري المشوي خطير وزي بتاع المحلات بالظبط بمعلقه واحده بس. تعالوا بينا على الفيديو نشوف هنعمله ازاي. الجمبري طبعا بنغسله كويس قوي ونشيل كمان الخط الرملي بتاعه او الكيس الرملي بتاعه من الظهر كده، وطبعا بنشطفه كويس. وبعد كده بنبدا ان احنا نحضر بقى الخضار اللي قدامكم ده: فلفل الوان، طماطم، بصل جوليان، او ممكن مكعبات مفيش مشكله، وكمان توم مفروم، او ممكن برضو توم قطع كده صغيره مفيش مشكله، برضو براحتك على حسب التقطيع اللي انت بتحبيها as you like طبعا. هنشوح الخضار كله مع معلقتين من زيت على الجريل بالشكل ده، وهنقلبهم. مجرد ما نشم ريحتهم هننزل بالجمبري. وحجم الجمبري كان حجم متوسط او فوق المتوسط، ما كانش صغير. يمكن هو باين قدامكم ان هو صغير شويه، لكن هو ما كانش صغير. وببدا ان انا اقلب كل ده مع بعض وتقلبتين 3 كده، وزي ما انتم شايفين نزلت بالمعلقه من الثوم المفروم وشميت الريحه. بقى هنبدا ان احنا نزود او نضيف معلقتين 2 من المستردة على كمية النص كيلو جمبري. لو كيلو فانت هتضيفي 4 معالق من المستردة اللي هو الخردل. عايزة اقولك بتخلي طعم الجمبري في حتة 10، مش في حتة تانية، ده في حتة 10 والله. عايزة اقولكوا خطير، وبجد الريحة كانت قلبة الدنيا. بنقلب بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعض بالشكل ده. ظبطي بقى الملح والكمون بتاعك، وعصاري كده عصرة من الليمون، وسيبيهم على نار هادية لمدة 10 دقايق. عايزة اقولك بقى بتاكلي احلى شوية جمبري مشويين يجنن. بصوا بقى شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو قوي. وعود بقى شبت كده على الوش من فوق. وعايزه اقول لكم كمان الخلطه اللي انا عملت بيها الجمبري بتتاكل كده برز او بتتاكل بعيش، بتبقى حلوه قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. بس كده، ده كان فيديو النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله. مع الف سلامه.